اهلا بيكم. هو انت فاكر لما تديهم صور بطاقتك وتصور وشك سيلفي يمين وشمال، وبعدين تحط شقة عمرك وتعبك في ابلكيشن ملوش مكاتب على الارض، ولا تعرف مين اللي بيديره بجد؟ انت كده بقيت في امان؟ ولا انت فاكر عشان كاتب لك حساب دولاري يبقى خلاص بقيت من اصحاب الثروات والبنك الفيدرالي بيحميك؟ سؤال واحد بس هسيبه يرن في ودانك طول الفيديو، وهجاوبك عليه في الاخر بكل صراحة. هل سينو دولار ده ملاك بريء جاي ينقذ فلوسنا من التضخم، ولا مصيدة جديدة عشان يلموا داتا وفلوس ويختفوا؟ ركز معايا وفتح عينيك، عشان اللي هسمعهولك ده مش هتلاقيه في اعلانات اليوتيوبرز اللي قابضين. شوف يا صاحبي، خلينا نعترف ان احنا عايشين في زمن صعب. الجنيه بيعاني والاسعار نار، وده اللي خلى تطبيقات زي سينو تظهر وتنتشر زي النار في الهشيم. التطبيقات دي بتلعب على وتر حساس جدا عندنا كلنا، وهو الخوف على قيمة القرشين اللي معانا. وعموما التكنولوجيا المالية دي سلاح ذو حدين. هي فعلا بتسهل حياتنا وبتخليك تقدر تحوش وتدفع وتستقبل فلوس وانت قاعد مكانك بضغطة زرار، بس في نفس الوقت بتخليك عبد للخوارزميات ولشروط الخدمة اللي بتوافق عليها من غير ما تقراها. تطبيق سينو دولار اكاونت فور يو اللي انت بتشوف اعلاناته، فكرته ببساطة انه محفظة الكترونية بتسمح لك تشتري دولارات رقمية اللي هي USDC، ودي عملة مستقرة سعرها بيساوي دولار حقيقي. يعني بالبلدي كده بتحول فلوسك لدولار عشان قيمتها متقلش. التطبيق بيقولك عفوا انه صفر رسوم، وان العائد عالي، والكلام ده جميل ومغري جدا لأي حد خايف على فلوسه. طريقة الاستخدام اللي بيسوقوها سهلة ومرابية في نفس الوقت. بتنزل التطبيق، بيطلب منك رقم تليفونك، وبعدين طبعا لازم التوثيق ال KYC، يعني ترفع بطاقة وتصور. بعد كده بتشحن حسابك سواء بفيزا شغالة دولي أو عن طريق تحويلات من محافظ تانية. وهنا بقى نبدأ نخش في الجد والمنطقة الرمادية اللي ما بيبانش فيها حاجة. تطبيق عشان يشتغل بيعتمد على شبكات بلوك تشاين، ودي شبكات سريعة ورخيصة. بس السؤال المهم هنا، لما هو تطبيق مجاني ومفيش رسوم، المطور ده فاتحها جمعية خيرية؟ أكيد لأ، مفيش بيزنس ببلاش. المطور هنا بيكسب بطرق خفية انت مش واخد بالك منها. أولها فرق السعر الصرف أو السبيرت. لما بتيجي تشتري دولار رقمي من وسطاء جوه التطبيق، السعر بيكون أعلى من السعر الرسمي بشوية، ولما بتيجي تبيع بيكون أقل. الفرق ده بيروح فين؟ ده مكسب، غير ان الفلوس اللي انت مخزنها جوه دي هم بيستثمروها في بروتوكولات تمويل لا مركزي، دي فيه، عشان يطلعوا منها عوائد، بيدوك منها فتفوتة وهم بياخدوا الباقي. ده غير ان الداتا بتاعتك وعاداتك الشرائية دي سلعة بتتباع لشركات الاعلانات والتحليل. يعني من الاخر، لو الخدمة مجانية يبقى انت السلعة. تعالى بقى نبص على ارض الواقع ونشوف الناس اللي جربت بتقول ايه في التعليقات بلاي ستور عشان الترمومتر الحقيقي. هتلاقي انقسام غريب، ناس بتشكر جدا وشايفة انه المنقذ، ودول غالبا اللي تعاملاتهم بسيطة ومبالغهم صغيرة. وفي المقابل، ودول بقى اللي لازم تسمعهم، ناس بتشتكي مر الشكوى من حاجتين: خدمة العملاء والمصاريف المخفية. ناس كتير اشتكت ان الدعم الفني بطيء جدا وبيردوا برسائل محفوظة، روبوت يعني. وناس تانية اتفاجئت بخصومات لما حبوا يسحبوا فلوسهم تاني للكاش، او ان شبكة التحويل كانت زحمة فالفلوس اتعلقت فترة. وده يوريك ان التطبيق لسه فيه مشاكل تقنية وباجز ممكن تضيع عليك فرصة او توتر اعصابك. كمان نقطة المصاريف العالية اللي الناس بتشتكي منها بتكون غالبا في بوابات الدفع اللي التطبيق متعاقد معاها عشان تدخل فلوسك او تخرجها. التطبيق نفسه ممكن ما ياخدش، بس الوسيط بياخد، وفي النهاية المحصلة واحدة: جيبك بينقص. خصوصا ان هما بيستثمروا فلوسك اللي انت حاططها، فانت لما تيجي تطلبها مرة واحدة هما عشان يسحبوها ممكن برضو يخسروا، فهم برضو بيخسروه زي ما هم خسروا. طيب، هل معنى كلامي ده انك تمسح التطبيق؟ لا، بس لازم تكون ناصح. التطبيق ده وسيلة كويسة اللي عايز يحفظ قيمة مبلغ صغير على جنب، بعيد عن البنوك التقليدية تعقيداتها.
لكن مش مكان تحط فيه تحويشة العمر. لو دورت هتلاقي بدائل تانية في السوق ممكن تكون أكتر استقرار أو شهرة. عندك مثلا منصة بين باينانس، واستخدام البي تو بي فيها رغم انه محتاج تعليم شوية بس السيولة فيها أعلى. عندك تطبيق بيبال، اليفنت، رغم ان كل واحد فيهم ليه عيوبه برضه، بس الفكرة انك ما تسيبش نفسك رهينة لتطبيق واحد لسه بيحاول يثبت نفسه. نرجع بقى للسؤال اللي سألتهولك في أول الفيديو. عفوا، هل انت في امان مع كورونا، مع سينوا؟ الإجابة هي أمان نسبي ومحفوف بالمخاطر. طول ما فلوسك عبارة عن أرقام في سيرفرات شركة ناشئة، انت معرض لأي لحظة إن السيرفر يقع أو القوانين تتغير أو حسابك يتجمد عشان اشتباه. فاستخدم التكنولوجيا عشان تخدمك. موضوع اشتباه دوت بيحصل كتير جدا، وبيطلبوا منك بقى داتا كتير جدا عشان تثبت ان الفلوس فلوسك ومن اين لك هذا، وعايزين بقى صور لإيصالات كهرباء ومية وغاز في نفس العنوان اللي انت حطيته في البطاقة. يعني موضوع كبير. التكنولوجيا موجودة عشان تخدمك، بس ما تأمنلهاش بكل جوارحك، ووزع فلوسك وخليك دايما شاكك ومفتح، او شكاك ومفتح، وما تضمنش حاجة قبل ما تقراها. لو عجبك الكلام الصريح اللي مفيش فيه زواق ده ومحتاج حد يفتح عينيك على اللي بيحصل في الكواليس التطبيقات، انزل دلوقتي واخبط اللايك كلمتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وقولي في التعليقات جربت سينوا ولا لسه. سلام.